في حاجه كده خدت بالي منها، ان الحياه عموما احسن حاجه فيها هي فكره التوازن. تمام؟ فالفشل المتكرر بيعمل خلل، التجارب الفاشله الكتير اللي ورا بعض من غير بريك كده بتعمل خلل في الشخصيه. والنجاح الكتير برضو الغريبه ان هو بيعمل خلل. يعني في ناس فعلا بتبقى ناجحه ومعاها فلوس وحياتها تمام جدا، والناس دي بجد ما عندهاش اي مشاعر، ما عندهاش اي تعاطف، ما بتضحكش، ما بتزعلش. هو خلاص يعني بقى روبوت في دماغه سوفت وير ان هو كده بس. تيجي مثلا تقول له انت فرحان ونجحت هايل جدا، يقول لك هتنتظر ايه يعني؟ احنا خدنا بكل اسباب النجاح وعملنا مفيش. فالسؤال بقى بعد كل ده ايه اللي هيحصل بعد تجارب كتير سيئه وخسائر كتيره جدا، وبعد كل الخسائر دي انت بتوصل للحاجه اللي انت كنت من فتره طويله حاسس انها تكون سبب سعادتك وسبب انبساطك، وان انت خلاص نجحت ومش حاسس باي حاجه، مش حاسس باي حاجه من اللي انت كنت قبل ما تبدا الطريق ده كله بتتخيل ان انت هتحسها. هل ده هيبقى اسمه نجاح؟